تعد الوفرة والنوعية والسعر من أهم المواصفات التي تساهم في جعل المنتوج الجزائري قادراً على منافسة المنتوجات المستوردة من الخارج، حيث عبر الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين عن عدم رضاه لسياسة الحكومة في هذا الصدد، والتي حسبه تدعم منتوجات جزائرية تصنع من مواد أولية مستوردة. بهذه المواصفات الثلاثة نستطيع أولاً أن نحقق أو نغطي الطلب المحلي، ونقدروا نشجعوا على استهلاك الطلب المحلي قال لأنه متوفر، ونقدروا أيضا الهدف الثاني هو التخلي عن المنتوج الأجنبي، ما يسمى في التعابير الاقتصادية ولا التجارة الخارجية ولا التعابير ولا المصطلحات اللي تعتمدها الحكومة تقليص الاستيراد. أحيانا نحن منتوج محلي هنا في الجزائر، لكن كل مكوناته كل مادته الأولية مستوردة. انت كي تقول الجزائريين يزيدوا استهلاكوه تشجع الاستهلاك تاعو، هذا المنتج واش يدير؟ يزيد يولي يشري المواد الاوليه، اذا الاستيراد يزيد ولا ينقص؟ يزيد. بدوره قدم رئيس جمعية منتجي مواد التجميل والعطور والروائح والمواد الكيميائية مجموعة من الاقتراحات التي حسبه ستساعد المنتجين المحليين على التطور أكثر، على غرار إلغاء التعليمة التي تدعو إلى منح الحكومة 35% من أجر العامل، والتي حسبه تؤدي إلى زيادة نسبة البطالة، وكذا المطالبة بإلغاء الضريبة الجمركية عن المواد التي تستعمل في الإنتاج. يعني كل خدام تخدمه الشهرية تاعو 35% لازم تمدها للدولة، وهذا يعني ما نقدروش نحملوه، لازم يلغى على كل شركات المصانع والمصانع الجزائرية. كل المصانع الجزائرية تحتاج أن الدولة تنحي لها كل جمارك، كل مواد تدخل في أوزين لازم ينحي لها الجمارك. ليبقى فتح المجال للخواص وتشجيعهم عن طريق منحهم حق الملكية من بين السبل التي ستساهم في خدمة الاقتصاد الوطني، وما على الدولة إلا التكفل بالمحيط القانوني حسب المشاركين في هذه الندوة.